مرحبا أحبائي. اليوم عندنا أكلة جديدة، رز مع بطاطا بكاري. بالأول أخذنا طبعا فخاد مال دجاج، كل فخذ قسمناه إلى قسمين. هسه وحطينا طبعا بيهن ورق الغار. هسه راح نسلق نص سلقة وبعدين أكملكم الفيديو. إخواني بالنسبة للرز طبعا قلنا لكم احنا جبنا كاستين. هسه هذا راح ننقعه بالمي أقل شي لمدة ساعة وبعدين أكملكم الفيديو. إخواني بالنسبة للبطاطا شوف شلون قطعناها بهالترتيب، تقريبا كلها نفس الحجم. هسه نجي على الفخاد، بعد ما سلقناها النص سلقة أخذنا المي تبعها. هسه راح نحط زيت بالأول ملعقتين كبار. هسه ايش عندنا بصلة وحدة مفرومة شرحات وياهم فصين ثوم راح نحطهم فوقها. هسه ايش راح تحط اخواني؟ هسه بعد ما حمسنا طبعا البصل والسسمة شوية والبخار، هسه راح نحط البطاطا. هسه راح نحط ملعقة كبيرة كاري. وراها راح نحط كبابة. شوفوا اخواني هاي نوعية، هاي حيل طيبة هي مرقة البطاطا الكاري. هسه نظل نقلب بيهن على ما يتحمس زين. هسه راح نحط معجون عصير بندورة معلقتين كبار. هاي وحدة، هاي اثنين. هسه بعد ما حمسنا هذول اخواني راح نحط مي. هذا المي حطينا بماجي مال اللحم، باثنين ماجي، فالصور ما يحتاج ملح. بعدين نكملكم الفيديو. على فكرة اخواني بالنسبة للكاري قلت لكم عليه كاري حار مو بارد. وهسه راح نضيف ملعقة خل ابيض فوق المرق. ايبا شو الريحة طيبة هاي، تهبل هبل بشرفي. هسه راح نبدأ نطبخ الرز اخواني. هسه عندنا زيت ثلث الكوب. على ما يحمى الزيت شوية اكملكم الباقي. هسه حمى الزيت راح نخلي عندنا رز كوبين قلنا. هسه نجي نحليه بالزيت الرز. هسه يا اخواني راح نضيف مي. قد قلنا 3 كاسات، هاي 3 كاسات اخواني. وعندنا ملعقة وسط ملح. هسه نقلبه فد قلبتين. هسه نحط الغطا مالته.
اخواني بالنسبة للمرق هذا استوى هسه حاليا. وبالنسبة للرز حطينا طبعا تنكة جوا، هاي خفيفة على مود من نهدي النار لا يحترق من جوا. وهسه نقلبه هم تقريبا استوى. حبايبي هاي النتيجة النهائية، هذا الرز وهذا المرق، وريحته تذبح، ماكو ريحة طيبة. وديروا بالكم على صحتكم، لا تاكلون هواية حتى لا تسمنون. إذا حبيتوا لي الأكلة طبعا سوونا لايك وسوونا شير، وأرجو المشاركة بالقناة. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة مع فيديو جديد. باي باي أحبائي.